وفريش اهو. تضرب يا عم الحاج. ومن 25 سنة ابتدت الحكاية، وحكايتنا من عند مصمت أبو يوسف. هتروح عند حي حدايا القبة، هتخش عند عصير التوحيد على أول الناصية، هتلاقي مصمت وكوارع أبو يوسف. يوسف شاب جميل ومحترم ومجتهد جدا، وكان من أوائل الناس اللي صور معاها عم عدنان. كان المصمت دوت مع يوسف. يعني انتوا بقالكم هنا 25 سنة في نفس المكان؟ نفس المكان طبعا اللي كان شغال بقى والدي، وانا ورثت الشغلانه عنه ورثت المحل عنه. هو صاحب كل حاجه. ده بقى الشاب الجميل يوسف. ولما وقع على الشغل اشتغل مع والده من وهو صغير، ولما والده توفى ربنا يرحمه من 5 سنين بقى هو اللي ماسك كل حاجه، الشغل وحتى البيت هو اللي فاتحه ومسؤول عنه، ومسؤول عن بيوت ناس كتير شغاله معاه. وزي ما يوسف كان بيساعد والده في الشغل، فادم قرر ان هو ينزل يساعد اخوه في الشغل، وعليه ضحكه زي العسل. واما بقى الراجل الجميل دوت ابو ضحكه حلوه اسمه عم خالد، وبقاله 15 سنه في المكان بيساعد يوسف، ولسه واقف بيساعده كمان. والناس بقى اللي فاقده الامل وبتقول لك خلاص ما بقاش في خير، لا لف وشوف هتلاقي الخير في كل مكان وفي وشوش ناس كتير. انت حاول واسعى واجتهد وقول يا رب، هتلاقي ربنا واقف جنبك وبيساعدك. شكل المنبر بقى وبينزله كده شكله جميل جدا، والدهن اللي باين فيه دوت قال لي دوت عشان بيبقى بلدي المنبر، لو في حته الدهن اللي في الجنب دوت بيبقى بلدي، فانا كده عرفت بعد كده المنبر هيبقى بلدي ولا لا. وديت بقى فقره التهذيب، والفقره ديت هيحبها قوي اي حد بيحب لحمه الراس الضاني، لانه طلع اللسان احلى حته لحمه حمرا ممكن تاكلها في الراس، وكمان الجبهه دي بقى يا جدعان ناس كتير بتحبها وبتحترمها وبتقدر قيمتها عشان فيها كولاجين عالي كده وطعمها جميل، احلى من الكوارع بالنسبه لي بصراحه. وطبعا المشكل زي ما انتم شايفين كده شكله يفتح النفس. وطبعا بقى شغله كله مسلوق ودايب في السليق، والنار شغاله عليه على طول، يقطع يشوح كده حاجات خفيفه، شويه ملح فلفل اسمر عشان تاكل الحاجه على ابوها. ويلا بينا بقى نبتدي جولتنا ببركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وببركة بسم الله الرحمن الرحيم. وديت السفرة بتاعتنا، ودوت الشوبة اللي عملولي في الفتة، الطشة حطها في الفتة، وكمان على شوربة الكوارع. والعشاق الشورب الدسمة زي حالتنا كده مفيش احسن من الكوارع، وزي ما انتوا شايفين الدسم باين ازاي في الشوربة، فدوت بيعجبني في الشوربة ان هي بتبقى دسمة، وطعم الكوارع من عنده جميلة، وزي ما انتوا شايفين نضيفة. والفتة بتاعتهم طعمها حلو، واخدة من تحت عيش ورز، واخدة صلصة من فوق وشوية تقلية كده، والطشة اللي عملها طعمها جميل جدا. نخش بقى على اكتر حاجة بحبها بصراحة، لحمة الراس. لحمة الراس زي ما انتوا شايفين كده دايبة وفيها حتت دسامة، يا سلام طعمها جميل جدا. وبصوا بقى اللسان من عندهم دايب. واكتر حاجه بقى عجباني في المكان دوت ان الحاجه مسلوقه جدا، يعني وانت بتاكل كده بتلاقي الحاجه طريه ومتشوحه على خفيف كده مش شاربه زيت. وديت ميه السلطه من عندهم حكايه وموال لانها حراقه قوي، وده شكل المخ جميل زي ما انتوا شايفين. ومش اي حد بقى يقدر المخ، اللي بيحبوه عارفين ان المخ الضاني احسن من الكندوز واطرى وطعمه جميل. انتوا بقى مشهورين بده؟ ليه بقى؟ مش اي مصمت يعمله. مش اي مصمت بيعمله؟ يعني انتوا اول ناس تعملوا انا اول مره اخش مصمت الاقي ورق عنب بصراحه. بس هو مسقي حاجه غريبه، مسقي ايه بقى؟ شرب الكوارع. بس هو يعني بقول لك المميز اللي عجبني فيه ان هو مسقي شرب الكوارع، يعني هو ده اللي عجبني فيه ان هو كرشه كمونيه بالحمص، دي ما فيش اي حد بيعملها حاليا في مصر. ليه؟ عشان الحمص ولا عشان لا إيه؟ عشان الحمص وكده وكله برضه. دي كرشه ضاني مسلوقه، وهو برده مصمم ان انا ادوق من عندهم الكرشه بالذات. انا قلت لهم انا ليا موقف في الكرشه جوه، فهو اكد لي ان الكرشه عندهم جامده. وبعد مقاطعه كبيره جدا للكرشه لان ما كنتش باكلها، اكلتها من عندهم لما اصروا، وبصراحه عجبتني مسلوقه حلو ومتنضفه، اهم حاجه فيها يا جدعان النظافه. والعشاق الممبار بقى انا عايزك اول ما تروح تجيب سرفيس كبير كده زي حالتنا، لان الممبار عنده بلدي وجميل جدا، وبالذات الممبار الصغير الضاني. وتجربتي بقى من مصمت ابو يوسف تجربه جميله جدا، ومن احسن التجارب اللي جربتها في المصامت. اكتر من ايام الحاج الله يرحمه. ربنا يرحمه يا رب. ايه اللي اكتر حاجه بتحبها طيب؟ اي حاجه طريه. اي حاجه طريه. واحد بس. بألف انا والشفا رجاله. احنا كل يوم عند الراجل ده. مش اول مره. لا مش اول يوم. اكله حلو. الناس تيجي يعني؟ بنيجي تاني. ربنا يصلح حاله. انا يعتبر من ساعه ما اشتغلت في حلال القبه وانا باكل من ابو يوسف بقى الله يرحمه، من 5 سنين او 4 سنين. ما شاء الله. ربنا يوسع عليه يا رب. يعني الناس تيجي تجرب على ضمانتك؟ على ضمانتي فعلا. ضمنت الناس اللي بتاكل قبلي. حبيبي بقالي بتاع 8 سنين اهو. اللهم صل على النبي. الله اكبر. حلو يعني؟ ما شاء الله. حبيبي ايه اكتر حاجه بتحبها من عندهم؟ لحمه الراس. لحمه الراس. ورتنا والله العظيم. حبيبي يا باشا انا اكلت شويه ضاني الله اكبر. بنولنا حدايا القبه. ماشي. عند حي حدايا القبه بالظبط. حي حدايا القبه. بالظبط. يعني اي حد يجي عند حي حدايا القبه يقول انا عايز اروح مصمت وكوارع ابو يوسف. احنا بقالنا هنا حوالي 23 سنه 22 سنه ان شاء الله. حاجه زي كده. ناس قديمه في الشغلانه يعني. طبعا احنا ورثنا ابا
عن جد ده. عم خالد حبيبي عم خالد يا حبيبي الراجل الطيب ده مزعلك ولا حاجه؟ لا بأمانة. هو ده بقى حبيبي هو يا ده باشا. بقى اساس كل حاجه، وهو ده فعلا اللي وقف جنبي في ده. النجاح اللي انا فيه. يعني هو الراجل ده اللي واقف معاك وسندك في الشغل. طبعا حبيبي يا حاج. ده المعلم الصغير، ده بقى المعلم الصغير يا جدعان. ان شاء الله. انا بصوا يا جدعان عشان خاطر الضحكه دي حبيبي. احنا جينا من اخر الدنيا بالصلاه على النبي، الله اكبر. بوعدكم ان انتوا هتيجوا تاكلوا شويه دوني ما شاء الله.